بنجي بقى لموضوع اللغة وتعلم اللغة في هولندا. سمعنا قال التغت زيت روتا، صار بي ان روتا، يعني صار المستوى البي ان مطلوب. نعم، ما حدا خبرنا. نحن بالبلديات بتعرفوا ايش حبقولوا لنا؟ انا مثلا بي ان، المسؤول تبعي قال حاول تدرس يا حبيب. اذا ما حسنت تدرس وكان دوامك كويس فوق ال 85%، فيك تنزل المستوى اللي انت بدك اياه. يعني المستوى انت بي ان، بدك تنزل على الاد في، بقول لك من عيني هي. لا، قبل هي لازم يكون دوامك 85%. بننزل لك من امتحانات البي ان على امتحانات الاد في. هذا لكل انسان عنده مسار اسمه بي ان روتا. يعني ما عنده مشكله، ما هو الزوت روتا. فما بالك تدخل على المدرسه لعنا ثلاث ارباع زيت روتا يا شيخ، اللي عمره 50 سنه واللي عمره 30، اللي عمره 30 سنه وما بده يدرس، مساوي حاله ما بيعرف يدرس، كله مكتوب زيت روتا. يعني 800 ساعه عمل، 800 ساعه دراسه. يعني ما في عندهم، ما في هلا لحد الان زيت روتا موجود. والبي ان هلا عم يعطوه للناس اللي حابه تدرس، وما زبط معك ودوامك نظامي راح تنزل على الاد في. يعني هاي بتجي من تزكيه من المدرسه وجهد من الموظف المستلمك، بشوفك انت ملتزم راح ينزلك على الاد في. فلحد الان موجود الزيت روتا وموجود البي ان. يعني الزيت روتا موجود، للي بده زيت روتا يقول له يقول له للبلديه خيو انا ما بدي، انا بدي عمل وبدي اخلص ساعاتي، انا ما بدي ادرس. خلاص بقول لك تفضل يا حبيب، خلاص القصه. فقانون الزيت روتا لحد الان موجود، ما التغى ابدا.